السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا 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 جدا، مش عارفه اقول لكم ايه والله. من زمان ما طلعتش معاكم لا لايف ولا فيديوهات، بس انا حبيت النهارده اطلع معاكم كده واسلم عليكم عشان وحشتوني فعلا. والنهارده هنعمل وصفه حلوه قوي انا عن نفسي بعشقها، وكمان في ناس كتير جدا جدا بيعشقوها وبيحبوها. اكيد عرفتوا من العنوان. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، ان شاء الله تعجبكم. لايك للفيديو، اول مره تزوروا القناه اعملوا اشتراك، فعلوا زر الجرس، وهستنى منكم كومنت. حلة على النار، هنضيف 3 معالق زيت كبار، عليهم معلقه دهن انا مسيحاه في البرطمان عندي موجود، ويفضل يعني اي ست بيت تعمل كده وتحطه جنبها في المطبخ، علشان المحشي بالذات بيخلي طعم المحشي تحفه. بصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، هديها تشويحة كويس جدا. وبفضل ان انت تقطعي البصل بتاع المحشي بالذات بالسكينة، مش في الكبة، بيبقى بيدي طعم وحلاوة كده في المحشي حلو قوي بجد عن اللي مفروم في الكبة. بضيف كمان بعد ما شوحت البصل واداني لمعة كده، بضيف عليه معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة فلفل اسمر، اشوحهم كده مع البصلة، هيديني نكهة وطعم وريحة، وعايزة اقولك في الوقت ده ريحة تحفة. وبعد كده هضيف صلصة طماطم مركزة من عندي في الفريزر، عاملاها معاكم قبل كده قبل رمضان واحنا بنجهز تفريزات رمضان. انزل 3 اكياس، وهعمل كمان شوية عصير طماطم ازود التسبيكة بتاعتي، لان انا هعمل هنا 1.5 كيلو ممبار، فما شاء الله وفرت كتير جدا، ربنا يبارك يعني. بس هحط ايه مع صلصة الطماطم اللي انا هستخدمها؟ قرن فلفل حراق زي ما انتوا شايفين كده احمر، وطبعا ده اختياري، حابة تضيفيه مش حابة خلاص. وبعد كده هضيف معلقة بابريكا صغيرة مليانة، واقلب كده الخلطة بتاعتي اللي موجودة. وبعد كده اضيف بهاراتي بقى، ملح وفلفل اسمر وشوية كمون وشوية بهارات فراخ وشوية بهارات لحمة لو موجودة عندك، 7 بهارات. بهارات محشي انا ما بستخدمهاش بصراحة، قليل جدا جدا. وبحط ورقة غار كده زي ما انتوا شايفين، وبحط ربع معلقة صغيرة قرفة ناعمة. قرفة بتدي طعم حلو قوي 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 للمحشي بصراحة. وكان فص توم كده فرمتهم. ولما الصلصة اتسبكت معايا كده ما شاء الله تبارك الرحمن، شلت كام معلقة على جنب. وبعد كده ضفت الرز مش مغسول، وبعد كده من كل نوع خضرة، الشبت وكزبرة وبقدونس حزمة، غسلتهم ونشفتهم كويس جدا. والخلطة زي ما انتوا شايفين كده، ولا صيصة ولا فيها مية ولا اي حاجة، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا بمسك الممبراية بين صباعيني كده وبحشي كده بالصباع التاني بكل سهولة، وببطط الممبراية، ما بملهاش قوي رز علشان لما تستوي يبقى فيه مساحة كده للممبراية تملى، وكمان ما يفرقعش معايا. هكملهم بقى وارجع لكم بقى. رجعت هنا في حلة على النار، في نفس الحلة اللي انا كنت بحشي منها، حطيت فيها مية مغلية وملح وفلفل اسمر وورقة غار وشوية حبهان وبصلاية، ولو حابة تضيفي قرن فلفل اخضر ضيفي، وطماطمايه. هنا خلاص الكمية بتاعتي ما شاء الله تبارك الرحمن كلها قد بعضها كده، سبحان الله، كل صباع قد التاني، ومليتهم كلهم، حشيتهم يعني. وملوكة حبيبة ماما بتساعدني بقى في المطبخ، بتمسك الممبراية من ناحيتين كده بحيث ان هي تسقط الممبراية في المية المغلية تستوي قبل ما الممبراية اللي في جواها يطلع منها. وهنا ده كان المحشي، كمية المحشي معانا، حمرته كده في الزيت وجهزته على الفطار، وبألف هنا وشفا. طبعا انا عاملة الوصفة دي عشان العيد، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. شايفين المحشي عامل ازاي؟ الرز مفلفل وبيلمع، لونه احمر حلو قوي، ريحته جماله، الممبراية نفسها اللهم اني صايمة، حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله تبارك الرحمن. احلى خلطة محشي تقدري تعمليها كمان لكل انواع المحاشي، جميلة جدا جدا. ولو حابة تعمليها نية اعمليها كل نفس الخطوات والطريقة وكله، بس مش على النار، كله ني في ني. وحش الممبار بتاعك، حابة تضيفي لحمة مفرومة بتعصجيها وبتضيفيها على الخلطة عادي خالص وبتحشيه، لو انت حابة تحشيه يعني لحمة مفرومة، رز بلحمة مفرومة.
هنا خلاص الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم، وبستنى كومنتاتكم جدا جدا، وبتفرحني اكيد. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب، اللهم امين، وعلى الأمة العربية والإسلامية.